اوعي تشتريها تاني من بره، عشان هيخليكي النهارده بتمن سندوتش واحد بس كده تاكلي البيت كله. هقولك على كل اسرارها وتريكاتها، وازاي ان انت كده تعمليها وتسويها على سيخ زي بتاعه المطاعم بالظبط، ويطلع طعمها زيها واحسن كمان. مش هنتكلم بقى عن النظافه والجوده، لان طبعا الحاجه لما بتبقى معموله في البيت بتبقى انت ضامنه نظافتها وجودتها. يلا كده نقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام في الكومنتات، وشجعونا كده بلايك. بوله كده نظيفه، حطيت فيها معلقتين كبار من الزبادي، حطيت كده معلقه من الصلصه، حطيت كده ربع فنجان من خل العنب بيديها طعم حلو قوي. لو مش متوفر عندك تقدري ان انت تحطي عصير ليمون عادي. حطيت كده البهارات بتاعتي، حطيت ربع فنجان من الزيت، حطيت كمان توم وبصل بودره، وحطيت بابريكا وفلفل اسود وشويه من الكمون وشويه من السبع بهارات. لو انت حابه ان انت تحطي بهارات شاورما تقدري ان انت تحطي، ومش هتحطي كل التوابل دي، هتحطي بس كده معلقتين كبار من بهارات الشاورما على الزبادي والزيت والخل اللي احنا حطيناه، وتستكفي بكل ده. نص كيلو كده من الفراخ، وراك على صدور بتبقى حلوه جدا، ما تعمليش وراك بس وما تعمليش صدور بس. الشاورما الاصليه بتعمل كده خليط من بين الصدور والوراك. هقولك على الخطوه ديت، بس انا هقولك يفضل ان انت ما تحطيش بصلايه زي ما انا حطيت كده، حطي بطاطسايه هتتحمل السوا معاكي، وهتفضل كده الشاورما واقفه لحد ما تطلعيها. انما البصلايه بتستوي كده وبتميل وبتخلي السيخ بتاعي يقع. ببدا بقى ان انا احط كده صدور مع وراك كده، بحط ان انا واحده من دي وواحده من دي كده لحد ما بخلص كل الكميه اللي عندي. التتبيله ديت لنص كيلو من صدور على وراك الفراخ. ببدأ ان انا كده اجيب نص البصلايه التاني وبحطها كده عليها، وزي ما قلت لك حطي في القاعده بطاطسايه هتتحمل معاكي السوا ومش هتقع كده زي ما انتوا شايفين. ببدأ ان انا ادخلها كده الفرن، وببدأ ان انا كل شويه بطلعها وباخد كده بالفرشه من الصوص بتاعها ده، وببدأ ان انا ادهنها علشان ان هي تاخد معايا كده طعم الصوص اكتر. وعايزه اقول لكم على حاجه كمان، بتسيبيها في التتبيله حوالي ليله كامله، ولو انت مستعجله زي حالتي كده بتسيبها ساعتين. بعد كده بطلعها، حطيتها كده في الاخر على بطاطسايه، بس البطاطسايه ما استوتش قوي. وببدا بقى ان انا كده اقطع كده بالسكينه بتاعتي. السكينه لازم تكون حاميه عشان تقطعها كده معاكي طرنشات زي ما انتم شايفين كده، بيبقى طعمها وريحتها حلوه جدا. جبت كده البايركس بتاعي، الصينيه اللي كان فيها كده الشاورما، وعايزه اقول لكم بقى الصوص ده طعمه حلو قوي. فانا بصراحه كده كنت مستخسراه، فبدات ان انا نزلت الشاورما بتاعتي تاني فيه، وحطيته كده تحت الشوايه خد لون. شايفين بقى الحلاوه والجمال حلوه جدا. مفيش بقى فيها بصل ولا اي حاجه، احنا هنستكفي كده بالشاورما. الصوص الابيض ده كده لو عايزين طريقته بيقولوا لي اقول لكم انزله لكم في فيديو تاني ان شاء الله. وحطيت كده كنت عامله بطاطس، بدات ان انا كده اخد من الصوص اللي انا عاملاه ده كده، واحط كده شاورما، وابدا ان انا احط عليها بطاطس وبلفها بالشكل ده. العيش ده برضو ده عيش تورتيه انا اللي عاملاه في البيت، هنزل لكم برضو الفيديو بتاعه ان شاء الله بعد الفيديو ده على طول. شايفين ما شاء الله حلوه جدا. هبدا بقى ان انا اخلص الكميه بتاعتي. شايفين بقى ما شاء الله كل الكميه دي طالعه من نص كيلو من الفراخ، حلوه جدا وبترمي معاكي كميه حلوه قوي. تقدري بقى ان انت تعملي كده، ما تكتريش في لو انتوا عدد اسرتك كبير، تقدري ان انت تحطي تزودي بطاطس. طاسه كده حطيت فيها كده رشه من الزيت، ببدا ان انا كده احط السندوتشات بتاعتي، وابدا ان انا كده اديها تحميصه كده علشان تبقى تقفل، وكمان تبقى واخده لون كده حلو زي بتاع اللي احنا بنشتريها من بره. شايفين بقى ما شاء الله مقرمشه وكريسبي وحلوه جدا. لو عجبكم فيديو النهارده حطوا له لايك، واستنونا ان شاء الله الفيديو الجاي.